السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل لكم بقى طريقة تفريز الكوسة اللي معايا بقى قطعتها كده مربعات صغيرة. انتوا قطعوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها او زي ما هتعملوها فيما بعد، يعني لما تطلعوها من الفريزر. معايا بقى حلة كده فيها مية على النار، وبعد المية ما قلبت كده انا هحط الكوسة، هحطها دقيقة واحدة بس بالظبط على النار. دلوقتي بقى انا قفلت على النار، هنزل بقى الكوسة بتاعتي كده وهصفيها. وبعدين هنزلها في مية ساقعة تلج. هفضل بقى اقلبها كده في التلج دقيقة علشان تنزل السخونة اللي فيها. هصفيها بقى وبعدين هرجع احطها في مية ساقعة تلج تاني وهقلبها، لان انا لو صفيتها من المية بتاعتها بس وما حطيتهاش في مية ساقعة تلج يعني هتستوي من البخار بتاع المية او من المية اللي هي شربتها. كده بقى انا صفيتها من المية للمرة التانية. هنزلها بقى في الصينية كده وهنشفها كويس جدا جدا جدا، وبعدين هحطها بالصينية بتاعتها في الفريزر علشان تمسك نفسها، لان انا لو حطيتها في الكيس هتعجن وكلها هتبقى كتلة واحدة يعني او حتة واحدة. وبعد ما احطها في الكيس واغلفها احطها في الفريزر تاني، ومعايا مثلا سنة بحالها، يعني الكوسة تكون في الفريزر مش هيجرالها اي حاجة خالص. اسيبها بس مثلا ساعة كده في الفريزر او ساعتين تتجمد في الصينية، وبعدين هفكها بايديا واحطها في الاكياس بقى بتاعتي التفريز اللي عندي او اكياس عادية ايا كان، واحطها بقى في الفريزر عادي. وخلاص كده الكوسة بتاعتي بقت متفرزة. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وقولولي عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جاية. وبس، باي.